كله مع بعضه. احنا عاوزين الاجواء دي، عاوزين اللمه دي، لان مالناش الا بعض، فاهم؟ والمهم جدا ان احنا نستغل الاحداث دي لنقرب للناس، مش نبعد الناس، وملاش تعصب. الكرة غالب ومغلوب، في الاول وفي الاخير انت بتلعب كوره، وزي ما قلت هتلاقي الجمهورين قاعدين مع بعض، هتلاقي بكره مصر الكويت قاعدين مع بعض. انا سامع ان انت ركبك بتخبط. لا لسه الماتش بكره. اخر مواجهه بانتصار كان للكويت. احنا وانتوا واحد. بلا شك اكيد. بقى لي 10 سنين في قطر. شاهدت النهضه كبيره للدوله في كل المجالات، في كل المجالات، مش في المجال الرياضي بس، حتى في القوانين، حتى في السياسه، حتى في العلاقات الدوليه. فما شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يزيدهم ويبارك ليهم ويبارك فيهم، لانه اهل كرم. ومش عشان انا موجود ما بينهم وسطهم انا مش حاسس ان انا واحد مصري قاعد في قطر. هنا بعد كاس العالم 2022 احسن كاس عالم اتلعب في التاريخ، ومش هتلعب زيه في التنظيم وفي كل حاجه. تعالى بقى 2026 روح الاخ ترامب، ولا هينظم لك ولا هيعمل لك، وتعالى على القرعه وتعالى على التاشيرات وناس تقاطع القرعه. فالحدث بتاع 2022 الناس شافت افضل حدث لكاس عالم، فنيا تنظيميا كل حاجه، وجابت لنا الناس اللي ما شفناهاش بقى لنا سنين. على سبيل المثال بركات، انا ما شفتوش بقى لي سنين، جاي من النهارده مشارك في التغطيه الاعلاميه مع قناه الكاس، هشوف. شفنا لعيبه، انا لعيبه سابقين ما شفتهمش بقى لي سنين شفتهم. فالحاجه دي برضه على المستوى الشخصي انا بحبها. زمايل ليا في بعض المنتخبات المصريه، المسؤولين المصريين شفتهم. بقى لي كتير ما زرتش مصر، ومصر وحشتني. فكل ما حد يقابلني من مصر تحس ان انت الحنين. رئيس البعثه المصريه بتاع منتخب مصر حسن فريد كان رئيس نادي الترسانه السابق، كان الاب الروحي ليا، ما شفتوش بقى لي سنين، كلمته. فالحاجه دي كل حاجه حدث رياضي مهم، انما الجوانب اللي حوالين الحدث الرياضي، الجوانب العلاقات الاجتماعيه، الناس تشوف بعضها، الناس تحاول تقرب من بعضها. الجيل الصغير لما اجي اتفرج على ماتشات موريتانيا مثلا، يقول لي بعض الجيل الصغير يقول لهم موريتانيا دوله عربيه. دوله عربيه. جزر القمر يقول لي دوله عربيه. دوله عربيه. فالحاجات دي حاجات مهمه، حاجات مهمه. الناس نسيت، العرب نسيوا ان هم عرب. فالاحداث دي تفكرنا ان احنا امه واحده ومالناش غير بعض. بعد حرب الاباده اللي سنتين مالناش غير بعض، فاهم؟ فلازم كله يتجمع. طالما انت متجمع وقوه، الناس هتعمل لك حساب. العالم بيعمل حساب للقوي مش للضعيف.